خلونا نروح لحاجة تانية. عايزين نروح مع بعض لتنظيم، ده كان حلو ده على فكرة يا جماعة، بس ماشي. عايزين نروح مع بعض لتنظيم الإخوان الإرهابي. هذا التنظيم واللي كان ولا يزال بذرة خبيثة الحقيقة خرجت منها كل التنظيمات الإرهابية المسلحة في العالم كله. حضراتكم طبعا فاكرين الكلام اللي قاله مفتي الناتو يوسف القرضاوي من فترة، أو يوسف القطراوي. بالمناسبة هو قطر هتسلم القطراوي؟ ماشي. أنا سعيد أوي إنهم قبضوا على محمد علي بشر كمان، ده برضه يعني. ويقال إنه متسجل له مكالمات مع المخابرات القطري والتركي وهيصة يعني، عن طريق الموبايل اللي استلمه يوم 14/9 واللي جاله برسالة من لبنان. المهم بعدين نبقى نتناقش في الحكاية دي. فكان الكلام اللي قاله مفتي الناتو يوسف القرضاوي من فترة، واللي أكد فيه أنه أبو بكر البغدادي أمير داعش أو أمير المجرمين من وجهة نظرنا، لو ناس بتبص على هذا الموضوع بشيء من العقلانية، كان من الإخوان في البداية. ده طبقا للقرضاوي. امبارح في مسيرة لعدد من هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم الإخوان، وكانت في منطقة المطرية في مصر، هتفوا لداعش. صدق ده اللي حصل، وده عادي ومتوقع من تنظيم الإخوان، لأنه في النهاية خالص هم حاجة واحدة في الإجرام. تنظيمات إرهابية إجرامية مسلحة، آجلا أو عاجلا بإذن الله هيتم القضاء عليها نهائيا في مصر، وشل حركتهم نهائيا في المنطقة العربية. داعش والإخوان حاجة واحدة من زمان.